فودنا نسألك يا شيخ عن مواقفك الطريفة معهم. مع المبتعثين. المبتعثين. أي أنت ذكرتني، قبل سنة أنا والشيخ محسن رحنا لندن من ضمن الرحلات، طبعا بريطانيا، وجلسنا ما يقارب الشهر هناك دعوة ومحاضرات. جميل. فيخبرونا، تعرف بعد المحاضرة والجلسة والندوة يجي سمر. في مبتعث كان في المركز هناك، هو يلقي محاضرات على أنه داعية طبعا، فرأى فتاة إنجليزية مزوجة فبهره جمالها وذهب بعقله، فهو وظف أنه يدعوها للإسلام. شوف النية الردية، وعلشان تسلم وتنفصل من زوجها، لأن إذا أسلمت ما تبقى مع زوجها البريطاني، تنفصل ويتزوجها. بيت النية والله يعلم بما يبيتون، وأخذ يقنعها بالإسلام ويحبب لها الدين وسيديهات ويعطيها برامج، فأسلمت. فرجع لزملائه متهل الوجه كأنه فلقة قمر، قال ابشروا بعلوم بتسمعون علوم قريب إن شاء الله. وراحت هي بالبرنامج وطبت عن زوجها وأقنعته بالإسلام، وأخذت تقنعه فأسلم والحمد لله. وجت واجهته في المركز قالت أبشرك بشيء، قالت زوجي أسلم. قال قالت والله أسلم. فأخذها في نفسه ورجع البيت مرة منتهي، وجهه كأنه ليل. قالوا بشر عسى ما في خلاف، قال أسلم ابن الكلب. أسلم ابن الكلب حسبي الله عليه. ما يبغى يسلم مصطفى. أنا يا شيخ عندها الحديث بالحديث، لأن الأسلوب الطنطاوي الاستطراد.